يلا بينا نبتدي الفيديو على طول. اول خطوة عملتها ان ده برايمر من لوريال وده شكله. قبلها كنت حاطة مرطب للبشرة بس ما حبيتش اصور الحتة دي لان كل واحدة بشرتها بتختلف عن التانية، فانتي بتختاري نوع المرطب المناسب ليكي. بعد ما بشرتي اتشربت المرطب خالص بدأت احط البرايمر، برضو خلاص بشرتي اتشربت البرايمر. هبتدي قبل البيوتي بلندر بتاعتي وهبتدي احط عليها درجتين من الكونسيلر. اول واحدة هتبقى غامقة ودي فول كافريج من لوريال برضو. هي غامقة بس الفكرة ان هي بتدي تغطية عالية جدا، وبعدين هفتح الدرجة بنوع كونسيلر تاني افتح بقى، لاني انا عندي شوية هالات سودا كتير، فبحب اعمل يعني اللي هو شبه تغطية كاملة، بس في الاخر المنظر بيكون طبيعي جدا وهادي. دي الدرجة الافتح، باخد الدرجة الافتح وبحط، وبعدين بوزع كويس جدا اهو. هيبان في الاخر ان هو المنظر طبيعي. على فكرة اللوك ده يمشي جدا ان انتي تعمليه في البيت مثلا، او تعمليه في النهار، او لو انتي بنوتة مثلا بتروحي جامعة، بتطلعي دروس في ثانوية. خفيف جدا على البشرة يعني، مش بياخد وقت كمان. ده النوع اللي انا بستخدمه، بس بصراحة انا بستخدم البي بي اكتر. وده برضو كفر جيرل حلو مش وحش، ده 3 في 1 على فكرة، هو فيه فيتامين سي وخفيف جدا على البشرة، مش بيأذي البشرة برضو. يعني هو هيكون حلو للاستخدام اليومي، برضو بستخدمه. بس في اغلب الحالات انا بحب استخدم البي بي، وفي ناس برضو بترتاح للسيسي، دي حاجات بتكون اخف كمان وكمان، بس ده حلو برضو مش وحش. طبعا وانتي بتحطي بتتأكدي ان انتي وزعتي كويس جدا يعني عند الودان، لانك لو هتلمي شعرك او حاجة بيبقى باين. عند الشعر كده بتاع الراس، الرقبة، تحت الرقبة بشوية، لو انتي هتلبسي حاجة مفتوحة تتأكدي ان انتي خلاص يعني غطيتي كل حاجة، وزعتي كل حاجة مظبوط. وكمان بتجيبي كونسيلر وبتحطي كده ناحية بقك، علشان دايما عند البق بيبقى اغمق من باقي البشرة. بتختاري بقى اي قلم بالتحديد بتاعك اللي انتي بتحبي تحددي بيه حواجبك، وبعدين بتبتدي من ورا لقدام، من ورا اللي هو من بداية النص كده ومن ورا خالص، فهماني؟ وبعدين تطلعي زي ما انتي شايفة كده، وبعد كده تطلعي لقدام. كل ما بتروحي بتخففي ايدك بقى علشان ما يبقاش جامد من قدام. اديكوا شايفين انا فرحانة بحواجبي ازاي. دي علبة الاي شادو، انا باخد افتح درجة فيها وبعمل بيها ظل العين علشان يبقى فاتح ويبين لون عيني اكتر. وبعد كده هنشوف الخطوة التانية بقى اهو. شايفين بيفتح العين جدا. انا بحب اللوك ده قوي. كل الناس اللي سألتني الميك اب ده بتعمليه ازاي، انا بعمله بكل الخطوات دي بالظبط. دول نوعين مسكرة، انا كنت جايبة مسكرة يعني عشان اجربها. اول نوع المفروض ان هو كان بيقوي يعني الرموش وكده وبيخليها كثيفة، بس بصراحة انا ما حسيتش بده. النوع التاني هو كفر جيرل، حلو برضو مش وحش، وده نوع انا بستخدمه اكتر. الاتنين بحطهم على بعض، لان كفر جيرل بحس شوية ان هي بتخلي الرموش تمسك في بعض، والنوع الاولاني ده نوع جديد وانا جبته وما استخدمتوش قوي، فقلت لا لازم احط الاتنين على بعض واستفاد بيهم. وانتي بتحطي بعد ما بتعملي طبقة بتيجي بقى على اطراف الرموش وتروحي تحطي الطبقة التانية، ده بيخلي الرموش تبان معاكي ان هي كثيفة اكتر. وبعدين بتنزلي بتحطي الطبقة اللي من تحت، بتحطيها كده ايه اللي هو بالعرض، وبتنزلي علشان برضو يبان ان رموشك كثيفة وفي نفس الوقت طبيعية. حطيت بقى البرفيوم لاني لقيت برفيوم، حطيت ورا وداني، وحطيت طبعا في ايدي ورقبتي. وده نوع روج برضو، انتي بتختاري بقى النوع الحلو انتي براحتك. وده اللوك في الاخر طالع ناعم ولذيذ، ينفع تعمليه بقى لو انتي طالعة مثلا للجامعة في الصبح، او لو انتي هتعمليه كده اللي هو بالليل يعني وانتي قاعدة في بيتك. لو انتي رايحة شغل برضو، لوك خفيف وسهل وبسيط وسريع وحلو قوي. وكده خلاص الفيديو بتاعي خلص، ويا رب يكون عجبكم. اشوفكم على خير يا رب يا رب في فيديو جديد. مع ألف